برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة في صباح القاهرة اليوم الثلاث، والنهارده هنتكلم عن موضوع هام طبعا، وهو يعني أهم موضوع في الساحة دلوقتي في مصر، وهو الاقتصاد المصري والاهتمام بيه. وزي ما بنقول في كتير جدا من المعطيات اللي موجودة في الدولة المصرية بتخلي إن الاقتصاد ينمو أو يكون في تنمية للاقتصاد، منها الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة. هنعرف أكتر تفاصيل عن هذا الموضوع، وكمان إيه هي البنية الأساسية اللي تمت والإجراءات اللي كانت موجودة في الفترة الأخيرة اللي الدولة المصرية اتخذتها عشان تنمي الاستثمارات في الدولة المصرية. خلينا نبتدي مع حضراتكم حديثنا عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي بيشرفنا في استوديو صباح القاهرة، مع الدكتور حمادة صلاح، أستاذ الاقتصاد بكلية سياسة واقتصاد جامعة السويس. أهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتنا وصباح الخير على حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. الحقيقة الأول في ناس كتير بتتلخبط بين حاجة اسمها الاستثمار المباشر والاستثمار الغير مباشر. حضرتك قول لنا الأول أو عرف لنا يعني إيه الاستثمار؟ الاستثمار ان انا بخلق طاقات انتاجيه جديده في الاقتصاد، ده يعتبر بالنسبه لنا استثمار مباشر. ان انا باجي استغل الموارد اللي موجوده داخل الدوله، سواء بقى كان استثمار محلي او استثمار اجنبي. ده بيبقى الهدف منه طبعا اي استثمار الهدف منه تحقيق ارباح، بس الاستثمار الاجنبي او الاستثمار المباشر بشكل عام الهدف منه تحقيق أرباح على الأجل الطويل، من خلال زي ما قلت لحضرتك استغلال الموارد اللي موجودة داخل المجتمع بخلق طاقات إنتاجية جديدة، وبيقعد فترة زمنية طويلة. أما بالنسبة للاستثمار الغير مباشر، لا، ده الهدف منه تحقيق أرباح قصيرة الأجل. وخاصة لما نيجي نتكلم على الاستثمار الأجنبي الغير مباشر، إن بيجي مثلا داخل الدولة مش علشان يستغل موارد أو إن هو يخلق طاقات إنتاجية، ولكن علشان يستفيد من اختلافات اللي بتحصل في أسعار الفايدة. على سبيل المثال مثلا في مصر نلاقي أسعار الفايدة مثلا 20%، في دول تانية مثلا 10%، فيقوم جاي المستثمر من بره يجي على داخل الدولة يحط مثلا وديعة عنده، سواء بقى هيستثمر في البورصة أو هيستثمر في يحطها كودائع في البنوك، وياخد الفرق ما بين أو ياخد أسعار الفايدة المرتفعة. وده بيكون عادة قصير الأجل، يعني مدته بيكون أقل من سنة، ودي بنسميها الهوت ماني أو الأموال الساخنة. بمجرد ما بترتفع أسعار الفايدة في دول تانية بمقدار أكبر من اللي عندك، بتبدأ أسعار الاستثمارات دي تخرج من عندنا وتخرج بره البلد. وده يمكن اللي حصل، وده كان سبب الأزمة اللي موجودة في الاقتصاد المصري، إن احنا كنا معتمدين بشكل كبير في الموارد من الصرف الأجنبي على الاستثمار الغير مباشر. وده اللي كان عامل مشكلة، إن بمجرد ما الولايات المتحدة الأمريكية رفعت أسعار الفايدة، بدأت الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة تخرج من عندك عشان تروح تستفيد من أسعار الفايدة المرتفعة في الولايات المتحدة. هنا يعني حصل مثلا عندك حوالي 20 مليار دولار مرة واحدة خرجوا من الاقتصاد المصري في 2022، وكان ده هو يعني النقطة المفصلية اللي عملت الأزمة بشكل كبير جدا في الاقتصاد. هو رقم كبير طبعا. وطبعا ده لما أمريكا رفعت سعر الفايدة عندها 0.5% أو 0.5%، وبدأت بعد كده أمريكا تبدأ ترفع أسعار الفايدة أكتر وأكتر، بدأت يحصل عندنا نضوب في الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة اللي أنت كنت أصلا بتعتمدي عليها